السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وبأفضل حال. فيديو جديد تغلية على قناة أخوكم أحمد مصري. أهلا وسهلا بكم. أول مرة بتشوفنا يا رجالة، لأول مرة يشوفنا خش اعمل اشتراك، ولو عجبك الفيديو دوس على اللايك. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا يا رجالة، أنا جبت شوية الزغاليل. يعني إيه؟ بصوا كده، تعالوا نتفرجوا عليهم مع بعض. بصوا يا رجالة هم، بسم الله ما شاء الله. اهو يا رجالة، اهو يا رجالة. تمام. بس بقى انا ايه، عندي حصلت حاجة. بصوا يا شباب، انا عندي الزغلول البنفسجي ده يا رجالة كان ميت، ميت لا محالة. جاله دور سرومانيلا، على هزة، على روشة، على منع يكلف. بصوا على اي حاجة تتخيلها، الفرد كان ميت ميت. سبحان الخالق. تمام. ولو حد نصيبه ليه نصيب في حاجة، سبحان الله، بس انت بتعمل اللي عليك. بص بص بص، سفروت اهو يا رجاله. بصوا يا رجاله، سفروت اهو. طبعا مش عايزين نجيبوا السجاير دي هنا كده في اللي ورانا كده. بصوا يا رجاله، اقول لكم انا عملت معاه ايه. لا ومش بس كده، بصوا بصوا، هو بقى يحب ياكل من ايدي قوي. بصوا يا شباب، بصوا سفروت. ليه بقى بيعمل كده بقى الزغلول ده، بياكل من ايدي ومطمن لي قوي كده؟ لان الزغلول ده يا شباب كان ميت. كنت بزق انا وباكله على ايدي بقاله حوالي 4 أو 5 ايام. تمام. بس انا مش عايز سفروت يجي عنده عشان الزغلول لسه ما خفش 100%. انت اتكل على الله كده جوه، امشي 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 يا ابني. شغل هناك انا. بص يا شباب اهو، بيكلف. على فكره، اول يوم يكلف فيه النهارده لوحده. انا مش عايز الحمام يجي عند الزغلول بصراحه، عشان خاطر ما يتعبش منه. انا عازله. اقفلوا كده الباب. تعالوا نقعدوا هنا كده ونتكلموا. تمام يا شباب. ادي الزغلول اهو يا رجاله، زي ما انت شايف. انا عايز امسكه واوريه لكم كده في الكاميرا، تكونوا فاكريني ايه. بصوا يا رجاله، وانا لا مؤاخذه كده، انا طبعا بصور بايد واحده. انا عايز اوريكم بس ايه حاجه. بصوا يا رجاله، عند المشاخ بتاع الزغلول. بصوا مكان السرومانيلا والاسهال اهو، اظن باين. مش بس كده، بصوا كده يا رجاله اهو، فرد باين عليه يعني. اهو اهو، بصوا بصوا دمعة عين. وبص الفرد اصلا سيف ازاي، مشقوف. بس الحمد لله. هقول لكم انا عملت معاه ايه. روح كده، اقول لكم انا عملت معاه ايه. عشان لو لا قدر الله حد عنده حاله زي كده تلحقها. بس اول حاجه لازم يكون تلحق المرض في بدايته وتشخصه في بدايته. تمام. انا الزغلول ده كان مع الزغاليل هنا في الغيه. كنت بسيبه معاهم، بس كنت بشوفه كده ايه، وكان بيكلف عادي وما عندوش اي مشكله. بس كنت بشوفه فيه ايه، مش عاجبني كده، مش فايق مع الزغاليل. بص عايز ينزل، بس نزل فين؟ نزل على الارض. لو بند عليه بيجي لي، خلي بالكم يا رجاله. بصوا عايز يخش جردل الكلفه. بصوا، طب بصوا اوريكم حاجه، نكملوا موضوع. ولا تعالى، تعالى اهو. هو اتعود عليا كده ليه يا رجاله؟ عشان انا كنت بكلفه. هو اصلا زغلول يعني. تمام. فالبنفسجي ده كان ميت. عملت ما لقيته مش عاجبني. رحت بصيت في الباب بتاعه، لقيت
جميع انواع الالوان اللي انت متخيلها في الزبل بتاعه، جميع الالوان تتخيلها. تعالوا اوريكم كل حاجه احنا عندنا. بص يا رجاله، ده الباب اللي انا كنت حاطه فيه. بصوا يا شباب، جميع الالوان وجميع اي حاجه تتخيلها، غامق على فاتح على ميه خالص على اخضر فاتح على بني على كل حاجه تتخيلوها. ده مش بس كده، وكان الزغلول جوفه سخن نار، وغير كده قلب بكنكر وتنفسي وروشه، والزغلول نام على جنبه. مسكت الزغلول ده رجاله، اول حاجه عملتها رحت جاي ماسك الزغلول، رفع اول حاجه رافع من عنده مزه الميه. خلاص خلاص. تاني حاجه عملتها ايه؟ مسكت الريش اللي عند المشخ بتاعه كله، رحت جاي شايلهوله. ليه؟ لان كان كله بلاوي بلاوي. تمام تمام. طيب عملت معاه ايه؟ 3 حاجات يا شباب، 3 حاجات. انا ولا نسلت له ديل ولا جنيه، عشان هو كانت داخله عليه، كانتش ملكتش منه اللي هي الروشه. لقيته ايه بيلف كده شويه، الرقبه عنده الزوايا ايه تبتدي. رحت جاي ماسكه عزله ومديله واحد دش ابن لذينه. تمام. حميت الزغلول، غطسته كده في المايه. خلاص. وفي الشمس ورحت جاي حاطه. ده اول يوم، ما كانش عندي علاجات هنا في الغيه ولا اي حاجه ان انا اقدر اساعده بيها. تمام تمام. سبته. الشمس طبعا احنا في صيف اهو، الشمس كويسه. سبته على العرق، كنت حاطه ايه ثبات سلك فوق على الغيه على الظهر. تاني يوم جيت لقيته هو ايه، آه يعني تعبان زي ما هو، بس ايه القرف اللي كان عليه والدنيا والبلاوي اللي كانت عليه نطفت. رحت جاي جايب له انتينيل وفلاجين وفولوموكس. انتينيل فلاجين فولوموكس كبسولات. فضيت ال3 كبسولات دول على بعض. فضيت ال3 كبسولات على بعض. تمام. وكل يوم مسكت طبعا الزغلول كلفته. وكنت بص يا رجاله، بالسرنجه دي انا شايل من عنده مزقه الميه، بالسرنجه دي انا كنت بشربه بيها. تمام. وكلفته ايه؟ كلفته عويجه فقط. عويجه من دي يا رجاله، عويجه من دي بس. كلوش بقى ايه لا فول ولا صفرة ولا اي حاجه، عويجه بس. تمام. لان كانت عنده مشكله كمان في الهضم، والله والله هذا حصل. كلفته وسبته، واطلع كل يوم المغربيه. المغربيه اروح جاي الفلوموكس على الانتينال على الفلاجيل، اخد عامل جاروف صغير كده، اخد جاروف صغير واروح جاي فاتح بق فرد الحمام ومديله الخلطه على بعضيها، ال3 انواع دول على بعضيهم. تمام. تبقى رافع من عنده مزقه الميه وتسيبه. اجي تاني يوم على الساعه 10 11 كده الظهر، اروح جاي ماسكه كلف. تمام. هو منع يكلف، منع يعمل اي حاجه. واروح جاي برضو المغربيه اخر النهار كده، واروح جاي طالع مديله جاروف الخلطه دي. تمام يا شباب. الحمد لله ربنا كرم. اهو يا شباب بصوا اهو، خد يلا تعال تعال خد. طلع يجري هناك. تمام. طبعا سفرود غيران منه، عشان سفرود بيجي يقعد معايا هنا، بيشوفني باكله بيتجن بقى، بيبقى عايز يجي يقعد معايا هنا. تمام. انا لو فتحت لكم الباب، بس انا مش عايز الزغاليل تخش هنا عشان لسه الفرد الزغلول ما فقش. تمام يا رجاله. انا حبيت اعرض لكم الحاله دي حصلت عندي، حبيت اقول لكم انا عملت معاها ايه، وما صورتش ولا قلت اي حاجه، الا الحمد لله لما الزغلول لقيته النهارده اول يوم، النهارده اقسم بالله اول يوم يكلف مع نفسه. تمام. بس هو اتعود عليا عشان انا بكلفه، اتعود عليا. تعالى بقى كده خد جرح.
تمام يا رجاله. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا رجاله. انا لقيت فيه افاده ان انا اقول لكم عليها، فانا حبيت اقول لكم على اللي حصل معايا وايه اللي حصل بالظبط وعملت معاه ايه، عشان لو لا قدر الله لا قدر الله حد منكم عنده الحمام بتاعه او الزغلول بتاعته في حاله او حالتين بالشكل ده، انا قلت لكم اللي حصل معايا واللي انا عملته والحمد لله. تمام. تمام. لو اول مره بتشوفنا اعمل اشتراك، لو عجبك الفيديو وحسيت فيه ان فيه اي استفاده اعمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.